بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايبي؟ شكرا لمحبيني وشكرا لتعليقاتكم. اشكركم يا حبايب قلبي. طبعا انا كنت بدأت معاكم طبعا في الفيديو اللي فات، قلت هعمل شنطة من الخيش مدورة اطفالي اهو. كملناها اهو، كنت عملت معاكم الدايرة وعملت بقى الاسطر ديت. عملت تلات اسطر. انا عملت برضو عينة بدل ما اضيع الوقت فيها اهي. التانية اهي، تقيسيها المقاس بالظبط عليها كده اهو، بالمنظر ده كده انا عملتها اهو. طبعا احنا كنا بدأناها مع بعض خطوة خطوة، بصوا انا بس اللي زودتها في العمايل اللي هي بقى ايه الجناب بتاعت الشنطة. خلاص هبدأ بقى معاكم. انا عملت اهو القرص التاني اهي، الدايرة التانية قد بعض بالظبط، انت تقيسيها كده قد بعض بالظبط. وعايزة برضو اوريكم حاجة يا ولاد اهو. انا برضو جبت ستان اهو، قصيته عشان ان شاء الله هبطنه بيها برضو. شايفينه اهو. انت بقى ايه يعني، في ناس بيعملوا بالوانات تانية، بيعملوا بمشمع، بيعملوا ستان. انا جبته عشان ايه هبطنها لكم برضو في مرة تانية. قسطه بالظبط وهبطنه بإذن الله عشان تبقى شنطة مبطنة. طبعا انا بخيطها واوضبها، وطبعا هنشوفها مع بعضينا برضو اما تخلص خالص بتبقى شكلها جميل قوي. انا حبيت برضو اوريكم ان انا جبت خيط القماش الستان اللي انا هبطنه بيها بإذن الله اهو. ايه رأيكم؟ وطبعا انا كنت قلت لكم برضو ان احنا هنعمل اهو برضو بالخرز كده، هعملها زي اكسسوارات عليها كده بالمنظر ده. انا كنت برضو شرحتها لكم، قلت لكم هنجيب المسدس الشمع بإذن الله ونعمل كده اهو. انا بوريكم يعني المنظر هيبقى ازاي اهو. شايفينها؟ هنعمل ايه شوية ايه يعني. الخرز ده بيدي منظر جميل قوي للبنوتة، ان هي ايه يعني ايه يبقى شكله كده شيك كده اهو. انا بحب الحاجات المزخرفة يا ولاد، يعني اكتر حاجة بحبها الزخرفة في الحاجة بتاعتنا. فاهمين؟ هيبقى كده إن المرة الجاية هعملها لكم برضو بمسدس الشمع واوريكم المنظر بتاعها هيبقى عامل ازاي. انا بوريكم كل اللي في الحاجة بتاعت الشنطة اهي. بصوا بقى، خدوا بالكم معايا بقى انا هعمل ايه. انا اهي خلصت الدايرة بتاعتي. بعمل ايه؟ بجيب الخيط خلاص اهو، عادي خالص اهو. بتجيبيها اهو، بتعملي ايه بقى اهو. انتي قفلتي هنا خلاص، هنعمل كده تجر الخيط اهي، تجر الخيط بسن الابرة اهو. بصوا من اسهل ما يمكن اهي. هنعمل ايه فيها اهي، اربطيها عادي اهي بالمنظر ده كده. هنربطها عادي خالص ما فيهاش اي مشكلة اهي. اهي بالمنظر ده شايفين اهو. هنعمل ايه؟ نجيب اهو بسن الابره كده في الحته اللي انت واقفه فيها. بتعملي ايه بقى؟ بتطلعي 3 سلسله. ال3 سلسلة دول ايه يا ولاد؟ بمثابة العمود اللي احنا بنعمل فيه اهو. بصوا بقى، احنا بناخد ايه؟ مش عندكم هنا 2 اهم، دول فتحتين اهم. بتعملي ايه؟ بتعملي في الاول ده اللي هو الخلفي اهو، اللي هو قدام، مش بتاخدي كلها كاملة لا اهو. بنعمل في الخلفي اهو بالمنظر ده اهو. بصوا في 2 فوق بعض اهو، سيبي اللي فوق خدي اللي خلفي اللي قدام دي اهي.
عشان ايه بتبدأ بقى تدويرة الشنطة بقى، الجسم الشنطة اللي احنا بننزل بيه بقى لتحت عشان يديكي من تحت كده زي دي كده بالظبط اهو. شايفين المنظر ده اهو؟ خلاص اهو بنعمل كل السطر كده بالمنظر اللي انا بعمله ده، مش في الغرزة كلها يا جماعة، مش في الغرزة كلها، بناخد في اهي الخلفية اللي هي قدام دي في الخلفي، فاهمين اهو؟ ماشية معاكم بالظبط اهو، انا بوريكم، يا رب تكون الكاميرا موريها لكم اهو. طبعا انا بعمل كده السطر الاولاني بس في الخلفية، بعد كده السطر التاني والتالت باخد الغرزة كاملة اهو زي اطار كده اهو بالمنظر ده كده اهي. طبعا يا جماعة ان شاء الله دي هتبقى جميلة جدا، انا مرة عملتها في صوف طلعت رائعة، يعني عملتها مرة في صوف كانت جميلة جدا، عملتها كمان الوش بتاعها كان ميكي، اللي هو المنظر الميكي ده كان حلو حلو، يعني عجبت بنوتة بطريقة جميلة جدا. طبعا انت بتحطي البقرة قدامك اهو وشغلك قدامك اهو اهو. بصوا انتوا حتى شايفين في اتنين اهم، لا بتاخدي الاولى اللي قدام دي كده اهي اهي اهي. طبعا انا ماشيه معاكم واحده واحده، عايزه تلف على ايدك لفي، بس الواحد لما بيلف على ايده خشن، يعني بتحس ان يعني بيعملك كده، مش عارفه بيعمل ايه، ناشف شوية. هو خيط الخيش في نوع كده اللي هو بيبقى اللي طالع ده الوبر ده بيبقى خشن شوية، بس في الشغل بيبقى جميل، يعني الصراحة شغله مش وحش، هو شغله صعب شوية بس مش وحش. طبعا مش زي السلسلة ولا المكرمية ولا الخيط اللي هو الفرنساوي بتاع الخيوط ده، طبعا ايه يعني خشن شوية، على قد فيه يا ولاد نوع منه طري قوي، يعني في نوع منه طري، بس الصراحة أنا جبت كنت عايزة أنا الفاتح، يعني لقيت اللي هو اللون التاني اللي طري شوية الغامق قوي، مش ما كنتش عايزة اللون الغامق قوي اللي هو عامل زي البطانة دي كده، أنا كنت عايزة اللون الجميل ده، يعني الصراحة عجبني. اهو زي ما انا ماشيه معاكم اهو بناخد في اهي في الاماميه اللي هي دي، ملكيش دعوه باللي فوق دلوقتي على ما بتتظبط معانا وتنزل كده. بصوا شايفين اهو المنظر بتاعها اهو، يا رب تكون بس الكاميرا مبينه لكم الشكل اهو اهو ماشية معاكم، عايزة بس اوريكم السطر كامل عشان بعمل ايه في الاخر. طبعا احنا عرفنا بقى ان احنا في كل قفلة بنعمل الغرزة المنزلقة، في كل قفلة معايا بعمل الغرزة المنزلقة. بصوا اهو، بصوا الدايرة اهي بقى بتنزل بالجسم بتاعها زي ما عملت لكم دي بالظبط اهي. بصوا المنظر اهو، ده اللي بينزل بقى تحت كده زي قمر كده للشنطة اهي، بتيجي بقى بتروحي عاملاها بتبقى شكلها جميل جدا. طبعا بنزغرفها ونعملها يا ولاد بتبقى رائعة رائعة. انا بحب الشنط المدورة قوي، يعني الصراحة انا جربتها بخيط الخيش لقيتها برضو مش وحشة. في بقى نوع من الخيوط يا ولاد طالع جديد جميل جدا، عايزه اوريهولكوا. يعني انا الصراحه لقيته على اليوتيوب، يعني انا بس مش كاتبين الاسم بتاعه،
عجبني جدا في الشنط برضو، بس مش كاتبين الاسم بتاعه، مش عارفة كانوا عاملين بيه شنطة رائعة عجباني جدا، بس مش عارفة الصراحة الخيط ده اسمه ايه. اهو بالمنظر ده كده. انا عايزة بس اوريكم السطر كله واقول لكم احنا السطرين التانيين بنعملهم ايه. اهو بالمنظر ده كده اهو اهي. طبعا في ناس يا جماعة بتبقى ماشية معايا خطوة بخطوة، يعني في ناس عشان كده بحب اوريكم الايه كاملة. اهي قربنا على ايه السطر يخلص كله اهي، في الناحية اللي قدام دي اهي، محدش ياخدها كلها. هنيجي دلوقتي بقى للأخدان كله. دي طبعا الفتلة اللي كانت باخدها تحت الشغل، ممكن اخدها الناحية التانية اهي اهي. بصوا اهو، شايفين المنظر اهي. بصوا بقى عاملة معايا ازاي اهي، بدأت اهي نزلت لتحت المنظر بتاع الناحية اللي انا وريتها لكم دي اهي بالمنظر ده. هاجي بقى اعمل ايه، هاجي في الغرزة اهي في العمود الاولاني في تالت سلسلة من فوق، هاخد اهو اعمل بغرزة منزلقة اهي. بصوا القفلة بتاعتها اهي، تدي بقى منظر في منتهى الجمال. طبعا هو بيبقى مفتح شوية كده، البطانة بقى بتدي شكل جميل جدا من تحت. خلاص بنطلع اهو 3 سلسلة بمثابة العمود. السطر ده بقى مش هطول عليكم فيه، هتعملوا سطرين تاخدوا الغرزة بقى كلها، مش الأمامية بقى، لأ كلها بقى اهي عمود عادي بقى اهو بالمنظر ده كده اهو. عشان وقت الفيديو بس انا طولت عليكم شوية اهو. هننزل بيها سطرين، يعني السطر ده والسطر اللي وراه، وهتبقى بالمنظر اللي انا عملته ده. وان شاء الله في فيديو تاني بقى انا هكمل دي بإذن الله، واوريكم بقى ازاي هنعملهم الاتنين مع بعض ازاي، بس بعد كمان اما اركب البطانة. فاهمين يا جماعة؟ وطبعا انا بشكركم، وطبعا عرفنا ان الخرز والحاجات دي هنحطها عليها. وقبل ما اقفل بس كنت عايزة اوريكم حاجة. دوت عينة اهو جاكيت، دي عينة. طبعا احنا بنعمل العينات اهو، هعمله مفتوح كده عينة برضو، هبقى اوريها لكم في فيديو تاني هنعملها ازاي مع بعض. شكرا ليكم وشكرا لحبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.